يا مساء الفل. عايزة تعملي طبخة لذيذة ومفيدة؟ تعالي أقولك على وصفتنا النهاردة. وصفة الفاصوليا مع اللحمة الضاني والرز، وصفة ولا أروع. بس الأول ما تنسيش تتابعينا على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب، وتفعلي جرس الاشتراك. ويلا بينا نقول الوصفة. اول حاجة هنكون مجهزين اللحمة، حلة فيها مية نسيبها تغلي، وبعد كده بعد ما تغلي طبعا نسلق اللحمة ونسيبها على النار. بعد كده ما تبتدي تغلي هنشيل الريم اللي على الوش ده في الحوض بقى، في الباسكت زي ما انتي عايزة، هتجمعي الريم ده كله وتشيليها خالص. بعد كده هنبتدي نديها طعم بالبصل والطماطم والجزر، عشان لازم دول عشان يديها طعم. بعد كده ورق لورا وحبهان عشان التوابل مهمة جدا. وبعد كده نسيبهم يستووا ويدوا الشوربة واللحمة طعم. طبعا هنروح للفاصوليا، هنكون نقعينها قبل كده، وبعد كده هنسلقها وبعد كده نصفيها، وهنرجع تاني للحمة زي ما انتي شايفة هتكون استوت. هنحط ملح حسب الرغبة، وهنحط حبة فلفل اسود حسب الرغبة برضو، بحيث ان هو يديها طعم. ونقلب كويس ونسيبهم على النار لحد ما يستوي. بعد كده هنجهز حلة فيها مكعبين زبدة. الزبدة ساحت خالص، هنجيب بصلتين كبار مفرومين او مبشورين يعني، وهنقلب البصل لحد ما يدينا اللون الذهبي الجميل ده، ونقلب كويس. طبعا هنكون مجهزين الفلفل الاحمر والاخضر شرايح عشان يدي لون وشكل وطعم للاكل. زي ما انتي شايفة كده، فلفل حار حسب الرغبة. انا بفضل الفلفل اسيبه بحاله كده، وبعد كده ان هو يدي طعم بس، ولو انا عايزة اشيله بعد كده فانا هشيله، يعني ما فيهاش اي مشكلة خالص. ونقلب كويس زي ما انتي شايفة، وبعد كده نحط معلقتين صلصة كبار، ونقلب لمدة دقيقة عشان تتطعم بالفلفل الالوان وبالزبدة وكله يمتزج ببعضه كده. وهنكون مجهزين 3 كوبايات طماطم، عصير طماطم، او على حسب مقدارك، على حسب الكمية اللي هتعمليها طبعا. ونحط معلقتين صغيرة كزبرة زي ما انتي شايفة، وفلفل اسود حسب الرغبة، وملح برضو حسب الرغبة. ونقلبهم كويس جدا كده. قلبنا كويس بحيث ان الصلصة كلها تتشبع بالتوابل اللي احنا حطيناها. بعد كده هنحط كوباية شوربة ونقلب كويس. بعد كده اسيب الصلصة تتسبك على النار 7 دقايق، وبرضو تراقبيها من الوقت للتاني. 7 دقايق خلصوا، فانا هرجع اقلب تاني الصلصة عشان احط بقى الفاصوليا، اضيف الفاصوليا بقى في الصلصة، وتبتدي ونبتدي نقلب ونضيف شوربة تاني بحيث ان هي تستوي وكله يتسبك ببعض، واسيبها على نار هادية 5 دقايق. وبعد كده هرجع ابص عليها تاني بعد ال5 دقايق ما يعدوا، وهجيب اللحمة اللي انا سويتها هضيفها على الفاصوليا بحيث تديها طعم، واسيبها 5 دقايق كمان زي ما انتي شايفة. وبعد كده هرش رشة بقدونس اخضر زي ما انتي شايفة، وهقلب كويس عشان كله يبقى سوا واحد وكله يتطعم. وبالهنا والشفا على قلبك، ويا رب تكوني استفدتي معانا النهاردة، وان شاء الله اللي جاي احسن، ونعمل حاجات احلى واحلى تعجبك. وما تنسيش تقولنا رأيك في الكومنتات، واي اقتراح هنستناكي تقوليه. بس ما تنسيش تتابعينا على قناتنا، قناة تيسير ابو دهب، وتفعلي جرس الاشتراك. باي باي.